انت خايف يتقال عليك نصاب؟ اللي بيكسب من البيع بيضحك على الناس. برمجة سامة بتقتل اي شغف للبيع. فاكر اول مرة اشتريت حاجة من سوبر ماركت صغير، ابوك لقاك جايب العصير ب5 جنيه، فقال لك يا ابني ده ب3 جنيه بس من عند عم سعيد، دول نصابين. ساعتها اتزرعت جواك جملة مرعبة: اي حد يزود السعر يبقى بيضحك على الناس. فكبرت وعقلك مصدق ان اللي بيكسب كتير من البيع اكيد بيغش او بيبالغ او بيستغل. وبالتالي عقلك متبرمج فيه جملة قديمة بتقول الربح الكبير بيساوي ضحك على الزبون بيساوي ذنب. دلوقتي بقى هنعمل ديليت، حذف للبرمجة دي، وهنعمل بيست، لصق للبرمجة الجديدة. الربح الكبير مع قيمة حقيقية بيساوي خدمة عظيمة زائد رزق حلال زائد تأثير إيجابي. وهقول لك على أمثلة من الحياة اليومية. لو لقيت حد بيبيع كورس مثلا ب1000 جنيه، وانت شايف ان المعلومة ممكن تلاقيها ببلاش على يوتيوب، عقلك بيقول ده نصاب. الحقيقة الكورس مش بس معلومة، ده تنظيم زائد تطبيق زائد متابعة زائد انه بيضمن لك النتيجة بنسبة كبيرة، وده اسمه قيمة مضافة مش ضحك على الناس. فخلي بالك من الكلمات اللي بتتردد في دماغك، هي دي البرمجة. فلو صاحبك بدأ يبيع تيشيرتات ب300 جنيه وانت شايف ان خامتها ب120 جنيه، فعقلك بيقول ده بيأكلها للناس، بس انت نسيت انه دفع شحن، صرف وقت في تصوير، تعب في التسويق. وده اسمه نظام بيع محترم مش استغلال اطلاقا. دعاء بنت من طنطا بدأت تبيع صابون طبيعي معمول في البيت، القطعة بتكلفها 12 جنيه وبتبيعها ب35 جنيه. اول ما بدأت الناس قالت لها انت بتسرقي الناس، بس اللي استخدم منتجها بشرتهم اتحسنت فعلا وطلبوا تاني وتالت. دلوقتي دعاء فتحت براند كامل وبتعلم بنات تانيين يصنعوا ويبيعوا. ليه؟ لانها فهمت ان القيمة اللي بتقدمها اكبر من مجرد تكلفة الخامة. تمرين عملي: فكر بقى دلوقتي في منتج او خدمة بتقدمها او ناوي تبيعها، واسأل نفسك هل فعلا المنتج ده بيضيف قيمة حقيقية للناس؟ لو الاجابة اكتب الجملة دي على ورقة وحطها في محفظتك: انا ببيع قيمة والربح حقي مش سرقتهم. خطوات تنفيذية: 1. لو حد قالك انت كسبان قوي، رد بثقة لان الخدمة محترمة واللي بيشتري بيرجع تاني بايده مش غصب عنه. 2. بطل تحس بالذنب لما تكسب وابدأ حس بالفخر لانك بتكسب باحترام مش استغلال. و3. اسأل نفسك هل كنت هشتري الحاجة دي بالسعر ده لو حسيت انها هتفيدني فعلا؟ لو يبقى مفيش مشكلة، كمل واكبر.